السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم مجددا في قناتكم كويزين إياستيوس رغدة. اليوم راح نشوفوا الدرس الثالث اللي هو لي تارتلات مورينغي بحشو الفريرو روشي بذوق جوز الهند. تبعوا معايا المقادير والوصفة للأخير. نبدا معكم اولا بلي فون تاع لي تارتلات. عندي صفر حبه بيض ونصف بيضه، نصف كأس سكر رطب أي ما يعادل 62 جرام، ملعقة صغيرة فانيلا وممكن تستعملوا السائلة، 125 جرام مارغرين طرية، كأسين مملوءين جيدا فرينة، ملعقة كبيرة مايزينا أو نشاء الذرة. وراح نخدمهم بهاد الليمول تاع لي تارتلات. ونبدا مباشرة نحضر العجين تاع لي تارتلات. نحط الزبدة ولا المارغرين تكون بحرارة المطبخ، نحط عليها الفانيلا، السكر الرطب اللي هو 62 غرام أو نصف كأس. نمزجهم جيدا، نضيف صفار البيضة الأولى، رشة ملح، ونضيف نصف البيضة الثانية، هنا فقط نصف. نغلبوا الصفار على البياض، نمزجهم جيدا حتى يدخلوا مليح في بعضهم. هنايا في هذه المرحلة ممكن تستعملوا الباتر، انا استعملت يدي فقط هكا باش قاع تتمكنوا انكم تجربوه. نضيف الكأس الاول، طبعا عندي كأسين كما شفتوا في المقادير، ونبدا نلم في العجين. نضيف الكأس الثاني على دفعات كما تعودتوا معايا. نضيف النصف الثاني عفوا، ونضيف في الاخير مغرفة تاع المايزينا. نمزج ونلمهم بتقنية التقطيع هكا باش ما نسخنوش هاد العجين. راح نلمه جيدا، نلمه في ان بلاستيك وندخله للثلاجة يرتاح مدة 10 دقائق. ممكن تحضروه وتخلوه في الثلاجة حتى نصف ساعة ولا ساعة، مادام راه يرتاح، مادام يجينا مليح. هنا ها هي العجين تاعي راه طري، ما نديروهش ناشف، ونخليه يرتاح. بعد مرور المدة ناخد كرة من العجين ونبدا نخدم فيها في التختلات. هنا ما راحش نحلو العجين فقط بهذه التقنية. بداو تحلو فيه وتطلعوا فيه على الجوانب. فونصو مليح الفون تاع التختلات. نخدموه مليح باش يحكم لنا لا فورم تاع المول هذا. هنا نكمل بنفس الطريقة، نحي الزوائد. هنا فونصوه جيدا. هنا كي يبداو يطيبوا راح تلاحظوا باللي طلعوا شويه فقط، رجعوهم بيدكم، رجعوهم بكل بساطه. ها هو الشكل تاعها، راح نثقبها من التحت. هنا فقط ركزوا في القاعده تاع المول باش تحكم لا فورم. ونثقبهم بالشوكه مليح. سخن الفرن على 175 درجه وندخلهم حتى يطيبوا. ونروح نحضر كرات الرافايلو. راح نحتاج لهم جوز الهند، اختاروا نوعية مليحة. وراح نحتاج نسلي، انا هذا نسلي منزلي يشبه تماما النسلي اللي نشروه. راح نحتاج للحشو اللي يجي داخل الكرات. عندي 100 غرام شوكولا بيضاء، مغرفة ونص حليب عادي، ونسلي ايضا راح نحتاجه، وانصاف تاع لوز محمص طبعا.
حطيت شوكولا في حمام مائي حتى دابت. انا هنا استعملت فقط نصف الكميه. راح نترك لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. خديت ان بلاتو حطيت فيه فيلم اليمونتير، وهنا اللي عنده الليمون تاع انصاف دوائر صغار يستعمله احسن. نحط على هذيك الشوكولا مغرفه ماشي عامره حليب، ونضيف عليه مغرفه نسلي ولا حليب المحلى المركز الابيض ماشي الكراميليزي. نمزجهم جيدا. انا هذا الحليب المحلى صنع منزلي وناجح، يجي الذوق تاعه كيما تماما كيما اللي نشروه. ها هو القوام تاعه. هنا اذا حبيتوا الوصفه ما عليكم غير تخلوا لي في التعليقات. هنا يصلح لكل الحلويات ويعطينا نفس النتيجة اللي مدهنا اللي نشروه. نمزجهم جيدا ونبدأ نخدم فيهم بهذه الطريقة. حتى نتحصل على هذا القوام. هنايا خدموه وخلوه في الثلاجة حتى تجبدوه مجمد باه ما يغبنكمش في الخدمة. انا هنا خدمته مباشرة. نبدأ نحط في كميات من هذا الخليط. نحط عليهم نصف حبة لوز محمص ونتركه. نتركوه في الثلاجة حتى تجبدوه مجمد واحد الساعتين ولا سبقوا هذه المرحلة هكا باش يجيكم العمل سهل. ونروح نحضر الغلاف اللي يجي الفوق تاع الرافايلو. نحط كمية من جوز الهند ونحط عليها نسلي ونبدأ نعمل كرات. نمزجهم جيدا نحطهم بجنب باه نبدأ نخدمهم كرات. هنا حتى تشكل لي كرة نحبس ما نزيدش النسلي. نحضر المرانج. عندي بيضة وثلث كأس سكر عادي، وراح نحتاج ايضا مغرفتين سكر رطب يكونوا صغار. ناخذ مباشرة حمام مائي نوضع عليه هاد البول ولا هاد الغيسيبيون نحط فيه بياض البيضة. نذكركم راح نترك لكم المقادير في صندوق الوصف. راح نستعمل الباتر ضروري للمرينغ. نستعملوا الباتر. نطلعها شويه ونبدا نضيف هذاك ثلث السكر، ثلث كوب السكر بالتدريج. وانا نطلع وراح نديها كي نكمل السكر راح نحطها على نار هاديه حتى يطيب هذا البياض. ما راحش نستعملوه طبعا ماهوش طايب. راح نعقموه. هنا حطيته على النار وبديت نطلع فيه حتى يطلع مليح باه نحيه. وبعد ما تشوفوه ولا فاغم ولا يلمع كيما راكم تشوفوا فيه في الفوي راه طايب. هنا البيض لازم يطيب في الحراره تاع هذاك الحمام مائي. ها هو القوام تاعه كيفاش راه ماشي ينزل من المغرفه. انا نحيت كميه لغرض اخر كنت محتاجتها وخليت فقط هذه الكميه. راح نضيف لها مغرفه ونص صغار نذوبوه مليح حتى يذوب هذا السكر وتشوفوا بلي هذا البياض راه برد ولا الحراره طبيعيه باش نحبس من الخفق. نحي له الحمام المائي ونكمل نضربه بالباتور. راكم تشوفوا اللمعه تاعه. ضفت المغرفه الثانيه ما كانتش. ها هو القوام تاعه وها هو هذاك لو باك اللي يجي في المورينغ. نضيف له طبعا الفانيلا ما تنساوهاش ونبدا نكمل في الوصفه. ونحط المورينغ في ان بوش. نعمرها في ان بوش بهذه الطريقه. نحط في كاس ونبدا نفرغ في المورينغ فيه باش نجهزها. ولي فون تاع لي تارتلات ها هما بعد ما بردوا.
نبدا نحضر في كرة الرافايلو. ناخد كمية من الجوز اللي كنت خدمته بالنسلي، وناخد هاد الحشو اللي كنت وجدته هنا. نتوما خلوه يبرد تماما ساعتين ولا باش ما يغبنكمش. انا خليته فقط نصف ساعة، كنت مضطرة باش نخدم به. هنا نبدا نحشي في لي تارتلات. حطيت القليل من المارينك، كنت ضفت لها شويه تاع جوز الهند. هنا اختياري، ممكن ما تضيفوهاش، تحطوا الكره تاع الرافايلو وحدها. نديروهم نفس الحجم تاع لي تارتلات، ونبدا نحط في المارينك على الوجه. هاد المارينك تنشف بالخف، ما تشدناش وقت، ساعه ونص ساعتين وهي نشفت. ديروا الاشكال اللي تبغوهم واستعملوا لونطونوار اللي تبغوا. راه كاين في السوق انواع متعدده. نكمل هاد لي تارتلات. ها هما بعد ما كملتهم راح نزينهم. هنا ممكن تزينوا الحواف، ديروا لهم نواه كوكو، وممكن تخلوهم هكا اختياري. تزيين كل واحد ويزين كيفاش بغى. ونكملهم التزيين. ناخد ان بانسو ونمرر على الجوانب ناباج، ونغطسهم في جوز الهند بهذه الطريقة باش نحافظوا على النظافة تاع حبة الحلوى. خدموهم كما نخدموا لي تارت، لي بوغ تاع لي تارت. وبهذا نكون كملت الوصفة تاع اليوم. نشوفوها مع بعض في الطبق تاع التقديم، ونزينوا الوجه بورود. وفي الاخير راح نقسمو مع بعض حبة باش تشوفوا من الداخل كيفاش تجي. هنا بعد مرور ساعة ونصف نشفت، جفت هذيك المارانغ من الفوق، وفي الداخل تبقى مويلوز. هنا ها هما الداخل تاعهم كيفاش يجي. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنسونيش بجام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.